السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانت طيبة يا أحلى جنجون، وعيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنة يا رب. ده عيد ميلاد جنى بنت أختي، قولها كلكم بقى كل سنة وانتم طيبين. كل حبايب أمل ومتابعينها في مصر وخارج مصر وداخل مصر، يا أهلا وسهلا بيكم. ربنا يا رب يجعلكم نعمة في حياتي. وده عيد ميلاد جنى بنت أختي، كلكم بعد إذن حضراتكم فضلا وليس أمرا تقولها كل سنة وانت طيبة يا جنى. طبعا بعد ما قلنا لجنى كل سنة وانت طيبة يا جنجون، نروح دلوقتي نعمل الغدا بتاعنا. هتعملي ايه يا أمولة النهاردة؟ هنعمل محشي كرنب. يا خلاص اللي قايمة من النوم بنصبح عليها لسه. ودي منا بنتي اللي واقفة على الحوض بتغسل في المواعين. تمام. وانا قطعت الكرنب وقلت اسلق الكرنب كده واعمل ايه، اجهز الغدا. كنت انا اصلا جاية من بره مستعجلة ورايحة مشوار، وقلت بسرعة كده اعمل الاكل وانا لابسة والله ما قلعت العباية بتاعتي. قلت لا بسرعة كده اعمل ايه المحشي بسرعة، عشان خاطر كنت رايحة اودي لوجي بنتي الدرس، لان زي ما انتوا عارفينها دماغها مفتوحة ومتخيطة، فقلت ايه الحق يعني اوديها بالمرة وانا لابسة وكده يعني. حطيت كبشة السمنة بتاعتي وشوية زيت بسيطين كده، وقطعت البصل بتاعهم. هي عامة حلة صغيرة مش هتبقى كبيرة ان شاء الله، بس عاوزين ربنا يكبر خاطرنا كده وننجز ونكرم فيها كده باذن الله، يعني ربنا يكرمنا فيها يعني. المطبخ بتاعي ده انا احترت فيه، المطبخ ضيق وصغير، وانا عماله كل شويه الف الحاجات في قلبه زي ما انتم شايفين. يعني الفيديو ده بشكل، الفيديو الجاي هتلاقوه بشكل تاني خالص. يعني كل يوم والتاني عماله الف وادور في المطبخ، لان المطبخ ضيق فعلا حقيقي، ومش عارفه اخد راحتي فيه، ولا عارفه اصور فيه، ولا عارفه اتحرك اصلا فيه. تمام. البصله بتاعتي يا دوب كده شمت السمنه والزيت بتاعتها، ما شاء الله ما اصفرتش حتى، ما شاء الله، عشان تبقى جميله كده وحلوه. نزلت عليها بالطماطم، كنت انا فرمه الطماطم في الخلاط، وعليها فلفل احمر، وعليها بصله، وعليها برضو اللهم صل على النبي سنتوفه بنجر كده كانت عندي مش كتيره يعني. تمام كده. نزلت بالفلفل الاسمر بتاعي والكمون وبهارات المحشي والسبع بهارات، وحطيت الملح بتاعي، وكالعاده معلقه سكر صغنونه كده اللي انتوا شفتوها دي، علشان ايه حمو الطماطم. تمام كده يا امول. حطينا الغطا بقى ونسيبها مع نفسها تعيش اللحظه كده. يلا يا جماعه، لحد هنا اللي ما حطيتش اللايك بتاعها تشرفني باللايك الجميل بتاعها بقى. ويا ريت يا جماعه الاول مره يشوف قناتي يا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان ان شاء الله يوصل منه كل جديد باذن الله. طبعا احنا جبنا الحله التانية دي، حطيت فيها بصلتين حلوين كده متقطعين، وثلاث اربع فصوص حبهان، وشويه فلفل اسمر، وريحه كمون خفيفه، وسبع بهارات. تمام كده اهو، ما شاء الله زي العسل اهم. قلبتهم في بعض كده زي ما انتم شايفين. تمام. لسه بدور على ايه، ناقصنا الورق اللوري، بجيبه من الدرج اهو شايفينه، وده الورق اللوري بتاعي. حطيت الورق اللوري تمام كده، وكل الحبشتكنات الجميله الحلوه اللي احنا بنحطها مع الفراخ او مع اللحمه دي، وطماطميه كده برضو قطعتها وقلبتها دلوقتي اهي. وكنت غاسله الوراك بتاعتي زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، غسلها ونقعها وزي الفل، حاجه عسل فخر من الاخر اهي. انا كان عندي اصلا قطعتين كده لحمه مطبوخين في الفريزر، قلت اسخنهم بس على وش المحشي، وعملت وركين اتنين بس وخلاص كده، على قد اللي هياكلوا مين، مفيش اكتر من انا والبنتين. تمام كده. خلاص الفراخ بتاعت اللهم بارك اتشوحت وبقت زي العسل. نزلت عليها بتاع 4 معالق ايه ده، ايه يا امل في ايه يا امل 3 كوبايات ميه كبار كده ما شاء الله اللهم بارك، ونزلت عليهم، وشكرا كده هنسيبهم يستووا مع نفسهم ويعيشوا اللحظه. طيب كده ايه اللي حصل بقى، بسم الله ما شاء الله، التسبيكه بتاعتي اتسبكت وختمت وبقت حاجه فاخر من الاخر. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما اغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي الى صراط المستقيم، وعلى اقل حق قدره ومقدار عظيم. طيب دلوقتي انا كنت غاسله الشبت والكزبره والبقدونس بتوعي، وبقى ما شاء الله زي ما انتم شايفين خضر من عنعان وزي الفل اهم، لان كانوا لسه فريش. تمام كده. نزلت بيهم على الصلصه بتاعتي او على التسبيكه بتاعت المحشي. كنت غاسله الرز بتاعه ومصفياه، بس برضو كان لسه عليه ميه، فانا بصفيه كويس بايدي اهو قبل ما احطه على الصلصه بتاعتي والخضره.
طيب انا دلوقتي كنت بسجل الفيديو ده وانا عندي هانم اختي، وطبعا زي ما انتم عارفين ربنا يبارك لنا ولكم وللمسلمين اجمعين اللهم امين، وللناس كلها يا رب اللهم امين. العيال ربنا يخلي ويبارك يا رب، عاملين صوت وعاملين دوشه بالعجل بتاعهم بقى والحاجات دي زي ما انتم فاهمين. ربنا يخلي اولادنا واولادكم واولاد امه محمد جميعا يا رب، واولاد خلق ربنا جميعا يا رب، ربنا يبارك فيهم اللهم امين، ربنا يحفظهم جميعا. تمام كده. طيب انا جبت بصلايه كبيره حلوه كده بنت زوات، وخرطتها خرط ناعم وقلبتها على الصلصه والتسبيكه بتاعتي والرز والخضره كده، بقت حاجه جميله ما شاء الله. قلبتهم كويس ورحت قاعده بقى ايه، فرشت الحله بتاعتي ورقه خضره كده من بتاعه الكرنب التخينه، ورحت رايحه ايه برضو رقه بصل خفيفه كده، ورحت رايحه نازله بالمحشي بتاعي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك اهو المحشي والله ريحته اللهم صل على النبي جميله جدا. خلاص انا ولعت على المحشي وجت عندي هنا عملت شويه لسان عصفور كده ما شاء الله بالخلطه. هم ده لسان عصفور يا جماعه بيتاكل كده زي الرز البسمتي بالظبط، بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا يعني، حاجه فاخر تبارك الله يعني. تمام كده. طيب عايزين نعمل حاجه حلوه بقى، جبنا كيسين جيلي، يعني ابسط الامور يعني اضعف الايمان، الحاجه اللي موجوده وتقضي الغرض دلوقتي. طبعا لوجي بنتي عاوزه تاكل جيلي، فاحنا لازم نلبي طلباتها ونقول لها سمعا وطاعا يا انسه لوجي، متخيطه بقى متعوره ومتخيطه، فاكيد مش لازم نقول لها لا، فقلنا نتقي شرها وشر زنها ونعمل لها كيسين الجيلي اللي يعني اللي عاوزاه. طبعا هي في مثل بيقول لك سيده يا ضيف قال له عليك وعلى عيالك، يعني هي لوجي تؤمر واحنا نعمل، وهناكل طبعا معاها يعني، اكيد هي مش هتاكل لوحدها. طيب بصوا بقى اللي خدت بالها من الحركه اللي انا عملتها، يا ريت في حاجه حصلت يا جماعه، يا ريت اللي تاخد بالها او تكون متابعه كويس تاخد بالها انا عملت ايه بالظبط في الفيديو ده. يا ريت تقول لي في الكومنتات، تقول لي يا امل في كذا متغير. يا ترى يا جماعه ايه اللي اتغير عندي في المطبخ؟ انا اولا غيرت هدومي، قلعت هدومي وغيرت هدومي خلاص، ما عليكم من الكلام ده كله بقى ماشي. وخلاص الحمد لله بقى حطيت كوبايتين الميه وكيسين الجيلي، ولما غليهم طفيت البوتاجاز عنهم وحطيت عليهم كوبايتين، نزلت عليهم بكوبايتين ميه ساقعه متلجه زي ما انتم شايفين اللهم بارك يعني. قلبتهم خلاص كده، وهنزل على الكاسات بتاعتي واصبهم في قلبه، وبعدين اروح اوديهم في الفريزر. دي كانت عندي سبانخ اهي، قلت ما اخسره مع السبانخ قبل ما اروح اغسلها واقطعها وانا في الفريزر بقى، لان ايه هسيبها كده هتتبهدل وهتبوظ، لا قلت اقطعها كده واغسلها واوضبها واقطعها واحطها في الفريزر لغايه ان شاء الله لما اجي اعمل ان شاء الله اكله تانية يعني باذن الله. طبعا كنا احنا جايبين هنا كيلو عنب اهو وحطاه في الحله كده، وعلى ان كان كله فيه طين ومش نضيف خالص، فقلت يعني ينضف كده، انا بحب افرط العنب كده واحطه في الاطباق مغسول ونضيف ناكل منه من غير اي ما يكون في وسخ ولا اي حاجه. طبعا جبت الكاسات بتاعتي اهي علشان احط فيها الجيلي ما شاء الله. طبعا اكيد مش هنكتفي بالجيلي يعني، جبت 7 موز كده، كان عندنا 3 4 7 موز اهو، جبت منهم 7 موز هقطعه دلوقتي في قلب الجيلي. بيبقى طعمه حلو صراحه يعني ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين. حط اللايك بتاعك بقى، يا ريت تشرفيني باللايك الجميل بتاعك، ويا ريت اخواتي واخواتي واخواتي يا ريت يشرفوني بالاشتراك الجميل بتاعهم واللايك الجميل بتاعهم. وانا نفسي تدعموني، نفسي يا جماعه كلكم تدعموني وتقفوا في ظهري وتقفوا جنبي، يعني اختكم تطلب منكم ان انتوا تقفوا جنبها. هل انتوا بقى هتستكتروها عليا؟ هتستكتروا ان انتوا تقفوا جنبي؟ لا اكيد طبعا انتوا كلكم اهل كرم واهل جود، واكيد هتكرموني طبعا وهتقفوا جنبي ومش هتتخلوا عني ان شاء الله. وانا عندي امل في ربنا وفيكم ان انتوا كلكم تقفوا جنبي، وان شاء الله لغايه ما قناتي تكبر باذن الله، لغايه ما قناتي تكبر باذن الله، وتكونوا انتوا باذن ربنا انه تكونوا سبب ان قناتي تكبر كده وزي ما قلت لكم يا جماعه انا نفسي فعلا تدعموني، لان انا فعلا محتاجه دعمكم، اقسم بالله العظيم انا حقيقي فعلا محتاجه دعمكم، ومش عيب لما نطلب من اخواتي ان انتوا تدعموني وتقفوا جنبي باذن الله لغايه لما قناتي تكبر والامور تتظبط وتبقى تمام ان شاء الله بفضل ربنا وبفضل يعني وبفضلكم باذن الله يعني. طب اتفضلوا معانا الجيلي بقى كده، بسم الله ما شاء الله جيلي جميل اهو، بألف هنا وصحة للي يشوف، وألف هنا وشفا للي ياكل، واشوفكم في فيديو جديد ومع ألف